السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من معرض النصر سمارت هوم، ومع حضراتكم مهندس جمال نور الدين. وجايين النهارده نتكلم في موضوع يعني يعتبر موضوع شائك، أو موضوع يعني عايز توضح للناس بطريقة يعني كويسة وبصدق وبأمانة، وهو موضوع اللوحات اللي بين قوسين السمارت الاقتصادي. لأن طبعا اقتصادي يعني حاجة بتوفر معانا في المادة في المصاريف، ولكن الحقيقة إن اللوح ما بتوفرش، بل بالعكس ده بتزود المصاريف أضعاف كمان على العميل. ولما اتكلمنا مع الناس اللي شغالين في المجال ده قالوا لنا احنا بنوضح للعميل عيوب ومميزات المفاتيح التاتش وعيوب ومميزات اللوحات، وهو بيفضل اللوحات. طبعا الكلام ده غير صحيح وغير عالي من الصحة، لأن أنت بتوضح للعميل الحاجة اللي عايزه على أساسها ياخد منك اللوحة. لأن اللوحة على معرفنا كده من الناس إنها بيزنس كويس جدا، الكل بيكسب منه بطريقة يعني غير نقول عليها ايه بقى، يعني بطريقة غير موائمة للصدق والمشروعية. هدي لحضراتكم مثال عشان ما يبقاش الكلام على عواهله كده. احنا جينا نحسب التكلفة اللي العميل هيكلفها مثلا في 40 خط مثلا، ما بين بقى اضاءات وشاترز ويقولوا عليها احمال. لقينا التكلفة اللي هي المفروض تبقى تكلفة عادلة، العميل تقريبا بيدفع الدبل. يعني لو هيعمل المكان بتاعه لوحات سمارت بيدفع الدبل لو نفذها في لوحة زي كده. وطبعا احنا شفنا ناس بتعمل لوحات متر وربع ومتر ونص وحاجات يعني ما انزل الله بها من سلطان. يعني ازاي انا راجل عامل فيلا واحط فيها تابوت، احط بالفعل تابوت حاجه كبيره كده بتاع متر ونص في مدخل الفيلا ولا تحت السلم؟ ولا ليه الكلام ده لما انت ممكن تحط عندك مفاتيح تاتش؟ او لو مش عايز مفاتيح تاتش، لا حط انت مفاتيح عاديه وركب اللوحات اللي جوه البورده دي في جيبسون بورد، او اعمل لها مثلا اي بواط مديول في المكان، مثلا ورا الكومود او ورا السرير او في اي مكان، بحيث ما تتكلفش التكلفه العاليه دي. طيب الناس اللي بتقنع العميل انه ياخد البرد اللوحات دي بتقنعه ازاي بقى؟ بتقول له كلام غير صحيح. اول حاجه سمعناها في الفيديوهات بتاعت الناس دي ان هم بيقولوا له عشان توحد المفاتيح، وفي حد جايب مفتاح تاتش اسود وحط جنبه مفتاح جملي او وش جملي كده هيحط فيه الافياش والشغل التاني بتاع الدش والتلفزيون والكلام ده، وقايل له ازاي تحط ده جنب ده؟ طب ما انت راجل بتدلس على الناس، ازاي تحط ده وانت هو ما فيش وشوش اكليريك سودة شبه الوش، او ما فيش وشوش بيضة اكليريك شبه الوش التاتش؟ اكيد موجود في معظم البراندات اللي موجوده في شغل الوشاش ده، واخد بالك؟ لكن انت بتدلس، انت بتكذب على العميل وبتقنعه بحاجه غير حقيقيه. وده من الحاجات اللي احنا حبينا نوضحها، ان الراجل اللي بيقول لك عشان توحد يبقى الشكل واحد راجل كذاب. وطبعا الكذب ده مشترك فيه كذا فرد، مشترك فيه اللي بيعمل اللوحه السمارت، مشترك فيه الكهربائي اللي بيركب اللوحه السمارت، مشترك فيه مهندس التشطيبات. لان الناس دي كلها
بتقسم مع بعض، والكلام ده طبعا احنا عرفناه من كذا مصدر يعني. الا من رحم الله، طبعا في ناس محترمه كتير، ولكن اللي احنا سمعناه ان بعض الكهربائيه بياخدوا 5000 جنيه على كل لوحه من الراجل اللي بيعمل اللوحه السمارت. اذا كنت بتدي للكهربائيه 5000 جنيه يا راجل، انت بتكسب قد ايه؟ واخد بالك؟ ومهندس التشطيبات برضه لو هو معاهم في الموضوع اكيد ما بيخرجش يعني خالي الوفار، اكيد بياخد له مبلغ وقدره. طيب، الحاجه الثانيه اللي بيدلسوا فيها قال لك ايه؟ احنا بنعمل لوحه عشان الصيانه تبقى في مكان واحد، ما ندخلش نجرح البيوت من جوه. طبعا الكلام ده برضه كده، والا كنا حاطين كل اللمبات في مكان واحد وكل الافياش في مكان واحد. هو ممكن يحصل مشكله في اوضه النوم، حصل شورت في اللمبه، حصل مشكله في فيشه، فانت تخش اوضه النوم، تخش المطبخ، تخش الحمام. اذا ده برضه نوع من انواع التدليس على الناس، انك تقول له لازم الصيانه كلها تبقى في مكان واحد عشان ما نجرحش المكان يعني. الكلام ده برضه نوع من انواع التدليس زي ما قلنا. طيب، الحاجات التانية اللي هم بيوهموا العميل ان الكلام ده شغل وايرد، يعني شغل بيكون اقتصادي بالنسبة للكي ان اكس. يعني هو الشغل شغال ببروتوكول كي ان اكس، زي كذا براند شغال بالبروتوكول ده. طبعا مفيش اي وجه شبه او اي وجه مقارنة بين شغل كي ان اكس وشغل بوردات سنوف خالص. ما تحاولش تقنع العميل بحاجة كذب أو تقارن حاجة بحاجة النقيض بتاعها تماما يعني. لأن شغل الكي ان اكس ده شغل فعلا واير ومحترم، لأن كل مفتاح آخد اي دي معين أو أدريس معين، وكذلك الشاشات برضو بتبقى اخده ادريس معين، وبتتحكم في الاشياء بعناوين معينه. اذا ده شغل بروفيشنال وشغل وايرد يعني. اما اللوح فهي شغل وايرلس. انت في الاخر بتحط ايه؟ انت في الاخر بتحط راوتر جوه اللوحه. وطبعا الراوتر جوه اللوحه ده من الحاجات الوحشه جدا، لان الراوتر بعد فتره بيسخن جوه اللوحه ويبدا يهنج. فاي واحد يحط راوتر جوه اللوحه ده راجل عبيط طبعا. الحاجه الثانيه ان بيقول له ده سمارت اقتصادي زي ما احنا قلنا مقارنه بالكي ان اكس. مفيش اي وجه مقارنه خالص خالص. لو عايز تعمل له سمارت اقتصادي فقارن بين وايرلس ووايرلس. لما تيجي تقارن بين وايرلس ووايرلس اكيد العميل مش هياخد التابوت اللي ورايا ده. واخد بالك؟ يعني انا حسبتها كده، يعني هنحسبها مع بعض. لو احنا قلنا مثلا احنا هنشتغل على بوردة 4 خط، تمام؟ البوردة ال4 خط بتاخد رواجع لكل مكان تقريبا، ولو قلنا هتمشي من كل خط 20 متر 25 متر عشان تروح رواجع للغرف، فتاخد لفة سلك. لفة سلك السويدي دلوقتي بتعمل 1750 جنيه، يعني انت بتضيف 1750 جنيه على ثمن البوردة لكل بوردة واحدة، لكل بوردة 4 خط. تمام؟ غير تكلفة سلك الكات 6 اللي بيروح لمفاتيح الجرس. طيب، وانت بتشتري اصلا وش وشاسيه ومفاتيح، طبعا بتفاوت السعر من ايا كان 150 200 جنيه لحد 600 جنيه و1000 جنيه في الوش ومكوناته. فدي تكلفه زياده على البورده. اذا احنا قلنا دلوقتي هنقول 500 جنيه اللي هو الافريج بتاع المفتاح ومشتملاتها، و 2000 كمان للاسلاك الرواجع وسلك الكات 6. فاحنا كده حملنا 2500 على كل بوردة، غير سعر البوردة اللي هم بيحطوها في اللوحة ب 1800 جنيه. الحاجة الثانية كمان انت بتمد خراطيم، وفي صنايعي بيحط الكلام ده، وفي لوحة انت بتحطها، وفي فيوز هولدر
يعني وفي كمان تيرمينال بلوك، او بيقولوا عليها الايه، بيقولوا عليها التيرمينال بلوك اللي هي الكونكتورز دي. فالتيرمينال بلوك لوحدها ب 11 جنيه، اللي هي التيرمينال بلوك كويسه اللي هي التركي. عندك بيت الفيوز بيعمل من 70 ل 85 جنيه، وكل بوردة بتاخد 4 بيت فيوز وبتاخد 5 تيرمينال بلوك. تمام؟ غير الضغطات، غير موضوع كبير. انا حسبتها كده بما يرضي الله بدون المكسب الزياده اللي بيحطه مصنع البورده، واللي بيقسموا مع الناس اللي بتشارك في الجريمه دي. البورده بتخش لها في مش البورده، انا هروح على الخط بيخش له فوق ال 1000 جنيه. الخط الواحد بيخش له فوق ال 1000 جنيه و 1200 جنيه. ده يعني بالطريقه اللي ممكن نقول العادله، لكن هم بيحطوا فوق اللوحه كمان. يعني انا سمعت اللي خلاني اعمل البورده اللوحه دي، انا ما بعملش لوح، مع اني انا يعني ومحدش ينكر الكلام ده، انا صاحب فكره تعديل البورد دي عشان تشتغل بمفاتيح حائط، وكل اللي شغالين في المجال عارفين ان انا اول واحد يعمل الكلام ده ويدخله في الشغل العملي. طب ليه انا لحد دلوقتي ما عملتش بورده او ما عملتش لوحه لحد؟ لان انا راجل بخاف من الحلال والحرام، ما بحبش اقول حاجه غير حقيقيه للعميل. راجل بحترم نفسي وبحترم اللي قدامي. ما هو انت لما تيجي تكذب، اكذب على حد ما بيفكرش. يعني الراجل اللي بيكذب عليك ويقول لك الكلام ده هو متاكد انك ما بتفكرش، يعني بيقل من شانك، لان انت لو فكرت هتقلب الكلام في دماغك وهتعرف ان الراجل ده كذاب. بعد كده يعني خلاص ما عادش هتحترمه. اذا الناس اللي بتعمل اللوحات وما بتديش العميل الكلام الصدق، اذا دي ناس متخيله ان الراجل اللي هياخد اللوحه ما بيفهمش. طيب اللوحه دي بتتباع لمين في مصر؟ احنا شفنا كده اللوحات دي بتتباع يا اما لناس طيبين جدا، يعني في القرى، سمع عن السمارت الاقتصادي وهو عايز يعمل حاجه كويسه، عامل له بيت كويس، عامل له فيلا كويسه، فالراجل مش مستخسر يعني، فهيجي ياخد منك سمع ان ده سمارت اقتصادي وفيديوهات بتتعمل وناس بتتكلم وشو، مش عارف هو اللي بيحصل فبيجي يشتريها. الحاجه الثانيه بتتعمل في المدن الجديده لناس مش موجوده في مصر، ناس شغاله بره وجايبه مهندس تشطيبات او كهربائي وبتثق فيه ثقه عمياء، او يعني متوسمه فيه الخير، فهو راجل عايز برضه ايتم من الايتمز عايز ياخده ويركب وخلاص، وبيقولوا له انت تاخد سلكتين تركبهم وخلاص، فهو حاجه تمام ريحه دماغ. فبياخد اللوحه ديت والعميل قاعد بره شقيان بالقرش ما يعرفش، على بال ما بتوصل اللوحه للعميل بتبقى الصرف عليها 3 أضعاف. والكلام ده كلام حقيقي، ما بقولوش انا بتجنن على حد. انا في العموم انا ماليش اي خصومات مع حد، ولكن ليا بعض الملاحظات على بعض الناس اللي ضميرها مات، وهم لا يعنون في شيء خالص، ولكن ده لله، ده لله، بيقول الكلام ده لله مش لحد تاني والله العظيم. طيب من الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم عليها ان كان في شخص طلع اتكلم وقال اللوحات دي حرام، وقفوا لوحات السمارت الاقتصادي. فالناس اللي بتعمل الكلام ده خدت كلمه حرام وقالت له انت بتحلل الحلال وتحرم الحرام عشان الراجل مرتاح. يعني الراجل كان بيتكلم صح وبيقول حرام، وقفوا اللوحات السمارت الاقتصادي، ما بيتكلمش على حرمانيه اللوحه، والراجل بيتكلم على المصاريف الباهظه اللي بياخدوها الناس ديت بدون وجه حق. طلعت ناس ردت عليه وقالت له انت مين؟ انت عمرك عملت بورده؟ انت مش عارف ايه، ما عملتش حتى بورده خشب. ايه يا عم؟ الراجل بيتكلم في نقطه، بتقول له في نقطه ثانيه. انا متاكد الراجل لو حب يعمل بورده يعمل بورده احسن منك. عشان كده انا عملت البورده دي عشان ما حدش يقول لي بورده خشب وبورده حديد. واحنا عاملين بورده لعميل معين، ودي اول بورده واخر بورده، مش هعمل بورده تاني يعني، بس انا عملتها عشان ابين الحقائق.
وعايز اقول للناس دي انا مهندس جمال نور الدين او النصر سمارت هوم، كل الناس عارفه ان احنا بنطلع من عندنا كل جديد. احنا افكارنا لا تنضب بفضل الله. ولو عملنا بوردة هنحط فيها امكانيات يعجز العقل على انه يستوعبها دي اتعملت ازاي. انا مش بتكلم كده يعني نوع من انواع الكبر، حاشا لله، لا، ولكن انا بتكلم لان انا عارف نفسي وعارف امكانيات نفسي وعارف انا بعمل ايه بفضل الله، ودي منه من الله سبحانه وتعالى، مش شطاره مني. انا اوريكم جانب بسيط جدا من اللي بتكلم عنه، و يعني وبنعمل اكتر من كده، وهوريكم على سبيل المثال. لو فتحنا اللوحه بتاعتنا، شوفوا هيحصل ايه. انا كده بفتح اللوحه بتاعتي، شوفوا هيحصل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحذير: انت تتعامل الان مع 220 فولت 50 ذبذبه، من فضلك وتتبع تعليمات السلامه حفظكم الله دائما. درجة الحرارة داخل لوحة سمارت 28.5 درجة مئوية. جميع قطع سمارت داخل اللوحة تعمل بكفاءة وبدون عطال. للمساعدة والدعم الفني من فضلك اتصل بالناصر سمارت هوم تليفونيا أو من خلال رسائل الواتساب على الأرقام التالية: 01-555-987222 010301042217. اذا احنا لما بنفتح اللوحه بتاعتنا بيبدا يدينا ريبورت كامل عن اللوحه، درجه حرارتها والمكونات اللي جوه، ولو احتاج دعم فني تتصل بمين، واشياء تانية كتير اللوحه بتعملها. طبعا ما فيش حد اللي بيعمل لوحات فكر في حاجه زي كده ولا هيفكر في حاجه زي كده، وطبعا الامكانيات اعلى من كده بكتير. هديكم امكانيه تانية على سبيل المثال. لو احنا مثلا جينا قفلنا وليكن البورده رقم 2 ديت، فصلنا عنها الباور مثلا، شوف ايه اللي هيحصل. لقد تم فصل بورد رقم 2. قال لي لقد تم فصل بورده رقم 2. هنبدا مثلا على سبيل المثال هنشغل مثلا 1 2 3 4، مثلا هنشغل مثلا 2 ونفصل 5. تم تشغيل بورد رقم 2 وفصل رقم 5. إذا عندنا البوردة بتشتغل بالذكاء الاصطناعي أو الذكاء الصناعي، وبتبدأ تتفاعل معانا. إذا معانا بوردة تفاعلية غير اللي احنا بندخل فيها أوبشنات تانية، زي أول ما لوحة أو بوردة يحصل فيها مشكلة يبدأ السيستم يقول لك حصل مشكلة في البوردة رقم كذا وتم التغيير على الشغل المانوال، يعني ما بنعطلش. بتبدأ اللوحة تدخلك على الشغل المانوال بحيث تنور المكان بتاعك لغاية ما تبدل اللوحة إذا ما بتعطلش. والأفكار كتير جدا جدا جدا. ممكن لما اللوحة درجة حرارتها تعلى يشغل لك مراوح. إذا الموضوع كبير، والموضوع يعني ممكن يتعمل فيه حاجات كتير جدا، ولكن أنا لسه بقول إن اللوحات دي خراب بيوت للناس. يعني إحنا يا جماعة بنعمل لوح، وبنعمل لوح تقنية عالية، يعني ما إحناش عاجز إن نعمل لوحة، ولكن إحنا بنبين الحقائق للناس، فلازم الناس تنتبه وتعرف إيه اللي بيحصل وتحط فلوسها فين، ومين بياخد فلوسها، ومين بيتظاهر انه خايف عليها او بيعمل لها الصالح. صالح ايه وبتاع ايه؟ لما انت تقول لكهربائي مثلا انا هديك لوحه تحط سلكتين وتشغل، وبعدين والهيرمانات اللي فوق ديت والكلام ده لو حصل مشكله انت هتعمل ايه؟ هو الكهربائي هيعمل ايه؟ بدل ما بتبيعش المنتج بتاعك لفني بروفيشنال، اذا انت كده بتخبطه في الحيط وبتخبط العميل في الحيط. يا جماعة لازم نحترم المهنة ونحترم عقول الناس. أنا راجل فني عايز أعمل بوردة أو لوحة، أنت ما أنتش عويل، هات لوحة وجمعها بنفسك، بس برضه هتبقى غالية على العميل.
إذا حد هيقول لي طب إيه البدايل؟ في بدايل كتير جدا. أنت اللوحة دي لو خدتها ال4 خط دي وحطيتها مثلا في الغرفة ذات نفسها، أو عملت ورق أي كوميدينو مثلا أو أي حاجة، عملت بواط 20 في 20 حطيت في اللوحة. إذا فأنت كده مش هتمد أسلاك كتير، مش هتحط فيوز. ثم بالمناسبة الفيوز ده ملوش لازمة خالص. واحد يقول لي عشان لو حصل شورت سيركت، هو من امتى بيحصل شورت سيركت؟ يعني مش فاهم. انت عندك اللمبات، ولو حصل شورت سيركت، الشورت سيركت بيسمع في الريلي اللي جوه البورده، ما بيبوظوش، بيبوظ البورده الاساسيه تبقى شغاله بتغير الريلي، وده نادر الحدوث. فانت ليه تكلف عميل لكل واحده 300 جنيه فيوز هولدر؟ انا مش عارف، انا مش عارف الفكر ده. الحاجة الثانية اللي هي البلوكات، ترمينال بلوك دي. انت ليه بتعمل ترمينال بلوك؟ ما انت عندك اهو، عندك الترمينال بلوك بتاعك متوصل فيها. يعني في لك لا عشان يبقى المنظر جميل ويوصل من بره ما كده بيفتح اللوحة. تمام؟ احنا سايبين اللوحة بتاعتنا مفتوحة كده، لسه ما حطيناش الكفر الداخلي، هنحطها وهنصورها لحضراتكم، بس بتبين لكم احنا عاملين ايه في اللوحه. احنا اللوحه بتاعتنا عباره عن 28 خط اضاءه و10 خطوط اللي بيقولوا عليها احمال، والكونتاكتورز بتاعها اهوت، والسويتشات اللي بتعمل الدخل بتاعنا اهو. دي السويتشات اللي بتعمل الدخل. وده الباور الرئيسي 100 امبير. الباور الرئيسي الخارج الداخل بتاعه اللي هو الباور الكهرباء اللي جاي لنا، والخارج بتاعه رايح على الاي في جارد عشان يعمل لنا بروتكت للباور الداخل لكل الاجهزه بتاعتنا، والاي في جارد رايح على الايرث ليكج، وخارج الايرث ليكج بتوزع هنا على المفاتيح بتاعتنا اللي بتغذي الاحمال. عندنا هنا طبعا كل حاجه مترقمه ومتعلمه. احنا شغالين مفاتيح شنايدر، شغالين الاسلاك دي السويدي، وكل حاجه اخذ الرقم بتاعها واخذ البتاع. عندنا الباره بتاعت النيوترال اهي موجوده اهي. اذا الشغل محترم وحاجه كواليتي عالي وكفاءه عاليه. ليه؟ لان احنا عاملين حته هنا في الكفر الخارجي، هقولها لكم بعدين يعني. يا رب الناس تتعلم وتسرق منا زي ما بيسرقوا كل مره يعني. طبعا احنا اللي نصحنا الفنيين او الناس اللي بيعملوا اللوح انهم يحطوا الايفي جارد ده، لانهم ما كانوش بيحطوا الايفي جارد اصلا، كانوا بيحطوا فيوزات للخارج، وكانت البورد لما بتضرب نتيجه لزياده وانخفاض الجهد، فكان اللي بيضرب في البورده الباور سبلاي، ما بيضربش الريلي. واخد بال حضرتك؟ ثم الريلي انت وانت قبل ما توصل لو عملت تيست على كل خط بتعرف اذا كان شورت ولا لا، يعني مش محتاج الموضوع ده. طيب من ضمن برضو الحاجات اللي بيغش جواها الناس في موضوع السمارت الاقتصادي ده، بيقولوا لهم انت لو ما ركبتش لوحه وركبت مفاتيح تاتش فانت بتحتاج في كل غرفه يبقى عندك انترنت. هو في بني ادم دلوقتي بيستعمل على الانترنت؟ يعني انت ابنك هو قاعد على السرير ولا بنتك مش معاه الموبايل وعايز الانترنت، تشوف التيك توك وتشوف الفيسبوك وتشوف ايا كان الواتساب. اذا اوريدي في كل مكان في البيت في انترنت. يعني دي من ضمن الحاجات الفيك اللي بيقولوها للناس، انك دي تبقى الانترنت في مكان واحد مش محتاج انترنت. مين قال لك مش محتاج انترنت في البيت؟ انتوا بتكذبوا على الناس ليه؟ دي من ضمن الحاجات اللي بيكذبوا بيها على الناس عشان يقنعوهم باللوحات الفيك اللي ورايا دي. طيب احنا امتى، لو حد سالني يا باشمهندس احنا امتى نلجا ان نعمل اللوحه دي؟ هقول لحضرتك احنا بنلجا ان احنا نعمل اللوحه دي لما يكون في عميل معين عنده فيلا، عنده قصر، عنده شقه كويسه، ويعني جاب شركه من الشركات اللي هي شغاله في الشغل الوارد الحقيقي، وبدأ يأسس له. وبعدين لما جاي يشوف السعر بتاع الواير بعد بقى ما ركب الرخام وركب الإزاز،
فالراجل تعب انهك ماديا، فبيجي ما يقدرش يكمل شغل الكهرباء، فبيسالنا ازاي نعمل، احنا وصلنا كل حاجه مش عارفين نعمل ايه. في الحاله ديت هو بيبقى عنده اللوحه بايظاويه، يعني فعلا عنده اللوحه راكبه عشان تحط فيها الشغل الغالي ده. فاحنا بنديله البرد دي المعدله وبيبدا يحطها في اللوحه بتاعته، فكده احنا انقذنا الموقف بتاعه، لان هو اوريدي المصاريف بتاعه الاسلاك موجوده عنده. لو هو ما مدش اسلاك وما عملش الكلام ده، بننصحه بالمفاتيح التاتش، لانها افضل مليون مره. المفتاح التاتش افضل بكتير من العك ده يعتبر عك بجد. المفتاح التاتش الواجهه بتاعته ازاز، المفتاح التاتش فيه اضاءه، المفتاح التاتش بتاسس له تاسيس سيليسيون عادي خالص، المفتاح التاتش فيه دايره استقبال ريموت كنترول RF. اذا في مميزات اكتر من البرد دي. البرد ديت بالمناسبه اللي هي سنوف 4 شانل R3. موجود برد اعلى منها اللي هي سنوف 4 شانل R3 برو. القطعه البرو بتبقى اغلى، بيبقى فيها مستقبل RF، بتشتغل AC وDC، بيبقى فيها حمايات ضد النوزي او التشوهات في الموجه اللي ممكن تاثر عليه. خليكم من الحته دي. احنا نقط التوصيل اللي هنا اللي بنوصل بيها المفاتيح بتاعتنا ممكن بعد فتره تلاقيها بتشتغل لوحدها وتفصل لوحدها، تلاقي خط بيشتغل، خط بيفصل بيهنج. الكلام ده راجع لان حصل تشويه للموجات حوالين سلك الكات 6. لو هو سلك ماهوش حواليه شبكه بيبدأ يحصل تداخل ويبدأ المفاتيح تهنج. طيب طبعا الناس اللي بتعدل ياخد التعديل مننا، واخد بالك حضراتكم، بدأوا يعدلوا ويلحموا الخوارج دي ويعملوا الكلام ده. راح من بالهم ان هم يضيفوا فلتر. احنا بنضيف بفضل الله فلتر الحاجات دي بحيث ما يحصلش فيها التهنيج اللي بيحصل، واخد بالك، هي القطعه العاديه ما هيش البرود. اذا يا باشمهندس، انت وهو لما تيجوا تشتغلوا اشتغلوا صح، ما تضحكوش على العميل، حاولوا تاكلوا ولادكم حلال، لان الناس اصحاب الفلل والشقق تعبانه بالفلوس. ما تجيش تقول لي، يعني انا سالت واحد بقول له يا اخي مش حرام لما تاخد المبلغ ده؟ قال لي يا عم ده الراجل معاه فلوس قد كده، هو الراجل ده جايبها من عند ابوك، الراجل ده تعبان بيها، حتى لو وارثها، حتى لو شغال في الاسرار، حتى لو شغال في الممنوعات. انت مالك؟ انت مالك معاه فلوس ولا معهوش فلوس؟ انت بتسرق منه ليه؟ انت ما تسرقش منه، انت اعمل شغلك بنرضه والله خلاص، علشان تاكل حلال. فانت ايش عرفك الراجل ده تعبان فلوس ازاي ولا عامل بيها ايه ولا، يعني مش فاهم انا. انت مالك ومال صارف ولا مش صارف ولا جاي؟ دي من الحاجات الوحشه ان الناس بتعامل بعضها على اساس يعني مكنه ATM او زكيبه فلوس، انت بتخطف وده يخطف وده يخطف، وبعدين هنوصل لفين في الاخر يعني؟ ثم انت هتعمل ايه بالفلوس اللي بتاخدها بدون وجه حق او الحرام ده؟ مش عارف. ويرجع يقول العيشه ضنك، احنا اولادنا مش عارف ايه، ما هو الحرام. انت كل حلال وانت مالكش دعوه بالشخص اللي قدامك جايب فلوسه منين يا اخي. عامله بما يرضي الله، قول الحقيقه، اعمل له شغل مظبوط. يعني احنا بني ادمين، ما احناش ناس بتسرق من بعضها وتجري وخلاص. الحاجه كمان اللي الواحد يعني متضايق منها، تيجي يقول لك انت بتتكلم ليه عن واحد، انت عارف كم واحد بياكل منها عيش؟ طب ما هو اللي بيبيع الممنوعات في اللي بيزرعها وفي اللي بيصنعها وفي اللي بيوزعها وفي اللي تحت وفي اللي فوق. طب هم برضه بياكلوا عيش. ما تاكل عيش بالحلال، تاكل عيش بالحرام ليه يعني؟ كل عيش بالحلال يا اخي. انت يعني ده مش منطق انك تقول انت عارف كم واحد بياكل منها عيش. انا مالي انا ومالك كم واحد بياكل منها عيش؟ كل حلال يا اخي، ان شاء الله يبقى مليون واحد انت بتاكل بالحلال. اذا عشان الموضوع ده يعني بقى موضوع بايخ، وانا ان شاء الله ده اخر اول واخر فيديو هتكلم في الموضوع. كنت عملت فيديو قبل كده زمان كنت مسميه اكذوبه الاستثمار الاقتصادي. في نقطه قبل ما اخلص، الباشمهندس المحترم اللي انا عملت له اللوحه دي
كان اتصل بالناس اللي بيعملوا اللوحات وقال لهم انا عايز لوحه فيها كذا كذا كذا، فحددوا له مبلغ معين حاجه 40,000. تمام. الراجل راح اسس ومد خراطيم وجاب اسلاك وصرف، وجاء بعد كده يعني ما فيش، راح يقول له يا جماعه انا هاخد اللوحه بقى، هدفع عربون واخدها. فالبشوات قالوا له اللوحه الدبل حاجه و80,000. وده حصل مع اكثر من واحد، بيديله سعر للوحه وما يجي ينفذ يرفع له الضعف، ما خلاص اتدبس وحط اسلاك وحط حاجته. عشان كده كنت بستغرب لما واحد يتصل بي انا عايز لوحه، اقول له ليه يا عم الحاج بتاخد لوحه ليه؟ ما تعمل كذا كذا كذا، خد مفاتيح، في مفاتيح تاتش وفي مفاتيح بريسات وفي حاجات انضف واحسن واوفر، هتوفر كتير. يقول لي طب هفكر واجي لك، يقعد شويه يقول لي انا عايز لوحه، انا عايز لوحه سمارت اقتصادي. يخرب بيت السمارت اقتصادي. يعني بجد وبعدين بنسال ايه السبب والاصرار؟ الراجل خلاص اتدبس، خلاص مد اسلاكه ومد حاجته ورجع للكهرباء. يا عم احنا عملنا كل حاجه، لا ما ينفعش المفاتيح، ما ينفعش. فالكهربائي اللي بيعمل الكلام ده مجرم، مهندس تشطيبات مجرم، اللي صنع اللوحه رئيس عصابه. والله، الا اذا كان ليها هدف معين. ما انت بص، ما انت كل حاجه وليها حاجه. لما حد يسالني مش مهندس انا عايز كذا كذا، اقول له هتعمل بيه ايه؟ لما يقول لي هعمل بيه ايه، ابدا اقول له لا بص انا برشح لك كذا وبرشح لك كذا. يعني ده بما يرضي الله، وعشان ده بيعمل كذا وده بيعمل كذا، وحاول توفر على نفسك باعلى جوده. المفروض يا جماعه احنا نتعامل كده مع بعض. يعني لو عملنا مع كده مع بعض يبقى في احترام، وربنا يرفع عنا كل حاجه، الغلاء والبلاء. لو احنا اتقينا الله في بعض. انا مش عايزك تبقى راجل، يعني انا راجل مانيش شيخ ولا راجل ولا بتاع، ولكن انا بحب اكل ولادي حلال. راجل بحب احترم نفسي وبحترم عقلي اللي قدامي وبحترم ادميتي اللي قدامي، وعارف هو تعبان قد ايه في القرش، فلازم نحافظ له عليه. حتى لو هو مش عارف بيصرفه ازاي، هنوديه يصرفه ازاي عشان ربنا يكرمنا في صحتنا وفي ولادنا وفي مالنا وفي كل حاجه. طيب، هو تقريبا كده احنا اتكلمنا في كل حاجه، ما عادش حاجه هنتكلم فيها. وانا عملت فيديو لان ما عنديش وقت عشان البث المباشر، ولكن انا ان شاء الله هنزل الفيديو دوت وهبعت اللينكات للناس اللي الموضوع يهمها. وكمان هعمل بث ان شاء الله بعد بكره الساعه 9 مساء عشان تكون الناس قاعده في بيوتها. واللي عنده سؤال او عايز يخش مداخله معايا بعد ما يتفرج على الفيديو ده، يا ريت يتواصل معانا. واللوحه ديت متكلفه معانا تقريبا 43,000 وكسور. اللوحه دي مكلفه 43,000 وكسور. الناس بره بيعملوها بحاجه 80,000. طبعا بعد احنا ما فضحنا الموضوع كله قال الاسعار. وكمان الشركه المفروض ان هي الشركه الراعيه، الشركه اللي بتبيع، بدات تخش في موضوع اللوحات لما شافتها يعني لقمه جميله جدا، مع انها برضه دخلت وبتعمل اسعار معقوله. يعني دلوقتي بتضرب الناس اللي بياخدوا منها، وده دايما الشركه دي دايما تضرب الناس اللي بياخدوا منها، ده معروفه يعني. فالموضوع بقى زاد عن حده، فلازم يبقى عايز له وقفه، ولازم الناس تفهم. من فضلكم افهموا كويس جدا وعارفوا انتوا بتعملوا ايه. عايز تركب اللوحه دي، البورده دي، ركبها يا عم، ركبها في مكانها، ما تحطهاش في لوحه وتدي لها واجع وتكلف. كل خط بيكلفك فوق ال1000 جنيه، كل خط بيكلفك ليه يعني؟ في حين ان المفتاح التاتش بيعمل مثلا قطاع 1650 دلوقتي حاليا، وجملته بيعمل دلوقتي حسب الكميه ب 1400 1475. اذا لو حطيت مفتاح 3 خط هيوفر لك جامد. انا حسبت التكلفه بين المفاتيح وبين البورده ديت، طلع الفرق حاجه و60,000 جنيه، وانا عاملها بما يرضي الله. خد بال حضراتكم. فانا هقفل اللوحه دي وهوريها لكم ان شاء الله وهي متقفله. خليكم معايا. طبعا حضراتكم دي شكل اللوحه النهائي بعد ما تقفل الكفرز. طبعا حاجه محترمه جدا.
خامة تقيلة. في حاجة هنا، أنا لما سألت مصنع اللوحة دي ليه إحنا ما عملناش الغطاء الداخلي دوت عبارة عن هنجز أو مفصلات زي كده، قال لي لا، لما بنحط القطعة دي وتتقفل بالفك زي ده كده، احنا بنمنع عبث الأطفال. يعني ممكن يجي طفل يفتح لا قدر الله ويتقهر، لا احنا كده خلاص محدش هيقدر يفتح اللوحة. الحاجة الثانية ودي من وجهة نظري، ان القطاعات دي مع ربطها كده بيعمل سبورت، بيدي متانة للوحة، يعني بيدي اللوحة بيزود المتانة بتاعتها زي القطاعات المعدنية اللي بتتحط في العربيات، بحيث لما يحصل لا قدر الله حادثة تعمل بروتكشن للناس. فدي زيها بالظبط. يا ريت الناس تتعلم الحتة دي اللي بيعملوا الحاجة، لأنها حتة مفيدة جدا تنفع الناس. الحاجة الثانية الكويسة جدا في اللوحة دي إن في هنا فتحات فنتليشن، تهوية، فمعمول هنا فتحات تهوية عشان تعمل ديستريبيوشن للهيت الناتج عن الأحمال. وبكده تقريبا احنا يبقى خلصنا الكلام اللي قلناه عن اللوحة ووضحنا الأمور. ويا ريت ما نضحكش على الناس، لأن ده ما يرضيش ربنا. ومرة تانية أنا بفضل المفاتيح التاتش أو مفاتيح البريسات اللي بتركب على العلبة الماجيك دايركت عن اللوحات دي، لأنها أوبشنات أكتر، تكلفة أقل، جودة أعلى، استقرار زي دي بالظبط. يعني كل شغل الواي فاي واحد، محدش يقول لك دي وايرد ودي مستقبل، كلام ضحك على الناس. ومحدش يقول لك انت هتحط علبه لون الافياش جنب مفتاح لونه كذا، لا، موجود كل الكلام ده. المفتاح السوداء في زيها وشوش سوداء اكليريك شكلها بالظبط، والمفاتيح البيضاء موجود اكليريك ابيض زيه، والبريستات الجري او الابيض موجود زيه بالظبط. كل حاجه موجوده، ولكن محتاجه شويه صدق بس. ثم يا جماعه احنا لما نعمل فيلا شيك كده ونحط فيها زراير جرس، يعني مع ان في زراير جرس محترمه، طب ما احسن ما تحط زراير مفاتيح تاتش شكلها شيك، اللي يخش الفيلا من اول نظره يعرف ان ده سمارت. في حاجه كمان احنا قلنا ان اللوحه دي بتوفر فيها مبلغ كبير. لما تعمل مفاتيح وتستخدم المبلغ المتوفر دوت تحط بيه اوتوميشن، هات للراجل كالون سمارت، حط له كام قطعه اليكسا، حط له حساسات غاز بنفس التكلفه. انت بتعمل مع الناس كده ليه؟ خلاص كده، يا رب الناس تكون اتعلمت وفهمت، لان الفهم كويس، نوع من انواع الوعي. افهم كويس واعمل الحاجه كويسه لمكانك، وما تديش الثقه العمياء لاي حد. يعني الراجل لازم يتابع شغله ويخش ويعرف، واحنا موجودين هنا دايما عشان نعرفكم. اي حد عنده اي استفسار يكلمنا، احنا هنقول له بما يرضي الله، مش عايزين ناخد مننا شغل خالص، ولكن هننصحه بما يرضي الله. ويا ريت يبقى متفاهم احنا بنقول له الكلام ده ليه، والله بدون اي استفاده شخصيه لي ولا لغيري، ولا كره لاي حد. احنا عايزين نعيش في مجتمع محترم، نحترم بعض، نحترم بعض عشان ربنا يكرمنا كلنا. وكده خلاص، واشوفكم ان شاء الله في البث المباشر لاي حد عايز يسال سؤال، عايز ينتقدني. انا اريد لكل حاجه ان شاء الله. بعد بكره باذن الله الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره هكون على الصفحه بتاعه النصر سمارت هوم، بعمل على الفيسبوك بث مباشر. يا ريت تشرفونا بارائكم، ولو في حاجه غلط قولها لي، صححوا لي. لو حد عايز يسال عن اي حاجه تحت امره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.